هنسمي الله ونبدأ مع بعض الدرس الثالث في الوحدة الثالثة. الدرس ده بيتكلم على السياحة ومواقع التراث العالمي في إفريقيا. بيتكلم على شوية حاجات كده خاصة بالسياحة، زي مثلا إيه هي مقومات السياحة، العوامل اللي بتساعد على قيام السياحة. بيتكلم على أهمية السياحة في إفريقيا، ليه السياحة مصدر مهم من مصادر الدخل في إفريقيا. تالت حاجة مواقع التراث العالمي إيه في افريقيا ودورها طبعا في الجذب السياحي. ثم بعد كده معوقات السياحة، يعني المشكلات اللي بتقابل السياحة في افريقيا. بعد كده جهود افريقيا ومصر للنهوض بالسياحة، ايه الحلول والخطط اللي بتعملها قارة افريقيا وكمان معاها مصر عشان تقدر ان هي تعمل تنمية للنشاط السياحي. فالدرس بيبدأ عندك هنا بيقولك ان السياحة نشاط اقتصادي مهم جدا، يعتمد على استثمار موارد البيئة الطبيعية والبشرية. كل الدول عندها موارد بيئية، ممكن تكون طبيعية يعني ربنا أنعم عليها بيها بدون تدخل الإنسان، أو ممكن تكون موارد بشرية يعني الإنسان هو اللي عملها. قارة أفريقيا بقى عندها سواء الموارد البيئية الطبيعية أو حتى البشرية، اللي خلاها تكون مقصد لملايين من السائحين سواء من داخل القارة أو من خارج القارة. ناس كتير جدا، ملايين من السياح بيجوا لقارة أفريقيا، سواء بقت سياحة داخلية يعني بين الدول الإفريقية وبعضها البعض، أو سياحة خارجية يعني بتجيلك من بره قارة أفريقيا خالص. طيب ايه هنا مقومات السياحة بقى في افريقيا؟ ايه العوامل اللي بتؤدي الى قيام السياحة؟ عندنا عوامل طبيعية وعوامل بشرية. تعال نبدأ بقى بالمقومات الطبيعية. المقومات الطبيعية اول حاجة فيها هنا هي الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي ده عامل مهم جدا من قيام النشاط السياحي في قارة افريقيا، لان لو بصيت على قارة افريقيا هلاقي ان هي موقعها جغرافي متميز، لانها في وسط قارات العالم، في وسط اسيا واستراليا وامريكا الشمالية وامريكا الجنوبية. افريقيا بقى في النص ما بينهم، اللي هي قارات العالم القديم. كمان ان قارة افريقيا بتقترب من قارة اوروبا، ودي حاجة كويسة خالص. ليه؟ لان قارة اوروبا هي اكثر القارات المصدرة للسائحين. قارة اوروبا دي اللي بيطلع منها سياح كتير جدا، بينتشروا في كل انحاء العالم. فقارة اوروبا مقابلة لنا على طول، السواحل بتاعت اوروبا قريبة من السواحل بتاعت افريقيا، فعشان كده بيجي سياح كتير قوي من هناك. طيب ده بالنسبة للموقع الجغرافي. تاني حاجة من العوامل الطبيعية المؤثرة في قيام نشاط السياحة هي المناخ. والمناخ هنا بتلاقي عند في افريقيا مناخ متنوع، ده راجع طبعا لمساحة افريقيا الكبيرة. طبعا قارة افريقيا تاني اكبر قارات العالم في المساحة، فبتلاقي فيها تنوع مناخي، وده بيساعد الى وجود مجموعة متنوعة من الانشطة السياحية. سهل انك يبقى عندك تعمل انشطه سياحيه مختلفه بقى، تزحلق على الجليد، صحراء، شواطئ وبحار. انشطه سياحيه كتيره ممكن تعملها في المناخ المتنوع ده طول السنه. طب ايه الاماكن اللي السياح بيحبوا انهم يروحوا فيها في افريقيا؟ لما بيجوا قارة افريقيا بيقولك يا بيروحوا شمال افريقيا يا بيروحوا جنوب افريقيا. دي المناطق الملائمة للسياحة كويسة جدا بسبب مناخها المعتدل، الجو هناك مش حر ولا بارد، زائد شمسها الساطعة، الشمس تبقى موجودة، لا حر قوي ولا برد خالص ولا ده. فعشان كده شمال افريقيا وجنوبها دي المناطق المفضلة للسائحين بسبب المناخ المعتدل والشمس الساطعة. طيب ايه اكتر فصل السياح بيجوا فيه في افريقيا؟ طبعا هم بيجوا لك عامة طول السنة، بس اكتر فصل هو فصل الشتاء، حيث الجذب السياحي فصل الشتاء ده المناسب جدا ان السياح بيجوا لك فيه. فده بالنسبة للمناخ. طيب نروح لثالث عامل من العوامل الطبيعية، هو تنوع الحياة البرية. الحياة البرية دي بتشمل النباتات الطبيعية، ممكن تكون بقى حشائش، ممكن تكون غابات، ممكن تكون حيوانات، طيور. وطبعا السائح بيحب الأماكن دي جدا لأنه بيستمتع بأنه بيشوف المناظر أو الحاجات الطبيعية دي كلها.
طيب تاني حاجة، قامت العديد بقى من دول افريقيا بتحويل مساحات شاسعة من أراضيها إلى متنزهات وطنية ومحميات طبيعية. في دول كتير اهتمت إنها تعمل متنزهات وطنية، حاجة شبه الحدائق كده بتحط فيها الحيوانات، أو محميات طبيعية بتحافظ على الحيوانات من الانقراض، وده طبعا للحفاظ على التنوع البيئي واستدامته. التنوع البيئي بقى اللي هو نباتات، حيوانات، طيور، واستدامته انهم يفضلوا موجودين باستمرار وما يحصل لهمش انقراض. مين اكبر او من الدول الرائدة في المجال ده اللي اهتمت فعلا بالمحميات وبالحيوانات وبالطيور وبالحشائش وبالغابات؟ دولة كينيا. كينيا دي اكتر دولة في افريقيا بتهتم بالمتنزهات الوطنية والمحميات الطبيعية عشان تجذب اكبر عدد من السياح يروحوا لهناك. طب رقم 4 من العوامل الطبيعية، مظاهر السطح. مظاهر السطح دي بتشمل الهضاب، الجبال، السهول الشاسعة، كل دي مناطق بيفضلها السياح، زائد البحيرات والأنهار والشلالات ذات المناظر الخلابة اللي شكلها حلو فبتجذب السياح ليها، زي بالظبط شلالات فيكتوريا هناك عند بحيرة فيكتوريا. تالت حاجة في مظاهر السطح، السواحل الخلابة. السواحل اللي ألوانها جميلة، اللي المياه فيها صافية، اللي فيها شعاب مرجانية، وده كلها موجودة على السواحل الشرقية للقارة، مليانة بالشعاب المرجانية هناك، بالأشكال وبالألوان وبالأحجام المختلفة وبحاجات كتير جدا، اللي هي الشعاب المرجانية اللي موجودة على السواحل الشرقية طبعا، البحر الأحمر والمحيط الهندي. كمان عندك الصحاري. الصحاري دي بتبقى موجود فيها منخفضات فالسياح بيروحوا يزوروها، واحات وكثبان رملية برضو نفس الكلام، السياح بيستمتعوا بالأماكن دي جدا. غير كل ده عندي كمان الجزر. في جزر سياحية عالمية لها شهرة كبيرة جدا، زي جزيرة زنجبار، ودي موجودة في تنزانيا، جزيرة مهمة جدا بالنسبة للسياحة، وجزيرة الجفتون أو الجفتون أمام مدينة الغردقة في مصر. في جزيرة كده هناك عند مدينة الغردقة مهمة جدا، والسياح بيحبوا الجزيرة دي، اسمها الجفتون أمام مدينة الغردقة في مصر. دي بالنسبة لمظاهر السطح، سواء جبال، بحيرات، صحاري، سواحل خلابة، جزر لها أهمية سياحية عالمية. فدي كلها بسميها مقومات أو عوامل طبيعية تساعد على النشاط السياحي. طب تعال نشوف بقى إيه هي المقومات البشرية، يعني حاجات الإنسان هو اللي عملها. رقم 1، المواقع الأثرية والتاريخية. اي مكان، اثار قديمة، اثار تاريخية، دي مهمة جدا بالنسبة للسياحة. قارة افريقيا بقى بتمتلك تراث حضاري غني جدا، لان قامت حضارات كتيرة جدا قديمة في افريقيا اللي احنا كنا خدناها الترم الاول، زي الحضارة المصرية القديمة، حضارة كوش، حضارة اكسوم، حضارة قرطاج. كل دي حضارات سابت تراث كتير جدا في افريقيا. واهم الحضارة اللي كان لها تأثير جدا على المواقع الأثرية والتاريخية هي الحضارة المصرية القديمة في مقدمة الحضارات، وسابت لنا أهرامات الجيزة، وده تراث طبعا كبير جدا. كمان عندك من أمثلة التراث الحضاري والأثري في إفريقيا أهرامات مروي، دي من آثار حضارة كوش في السودان، أهرامات مروي اللي قدامك في الصورة دي. فدي كلها بسميها مواقع أثرية وتاريخية، سواء بقت في مصر سواء في السودان اللي هي حضارة كوش يعني هناك. فممكن السؤال ده يجي لي بما تفسر تمتلك قارة افريقيا تراث حضاري غني، او اللي بقت بسبب الحضارات القديمة وكانت في مقدمتهم الحضارة المصرية. طيب تاني حاجة، التنوع الاجتماعي والثقافي. التنوع الاجتماعي والثقافي ده بيشمل حاجات كتير جدا بين القبائل بعضها وبعض، بين المجتمعات، بين الحاجات دي، زي بالظبط كده العادات والتقاليد الخاصة بالقبائل والشعوب الإفريقية. كل قبيلة لها عادات معينة، لها احتفالات معينة، لها تقاليد معينة. كمان الصناعات اليدوية دي من ضمن برضو التنوع الثقافي،
الصناعات اللي هم زي السجاد، زي الفخار، زي الحاجات دي. الأطعمة، المهرجانات الثقافية زي المهرجان بتاع الموسيقى والطبول. كمان عندك الطقوس الدينية زي العبادات اللي كانوا بيعملوها عشان يتقربوا من المعبودات الإفريقية الأسطورية. كمان عندك الفنون بمختلف أنواعها الكتيرة. كل ده بسميه طبعا تراث ثقافي أو تنوع اجتماعي وثقافي. ده بيساعد طبعا على إن يدي للسائح فرصة بالاستمتاع بالثقافات المحلية والتفاعل معاها. يعني السائح بيجي يروح يحضر الاحتفالات دي مثلا مع القبائل دي ويتفاعل معاها ويرقص ويفرح ويهزر وبتاع. ده بس بسميه تنوع اجتماعي وثقافي. وايه علاقته بالسياحة؟ فهتقول لي طبعا كل الحاجات دي من عادات وتقاليد، الحاجات دي بتأثر طبعا في السياحة بشكل كبير. طيب رقم 3 في المقومات البشرية هي التسهيلات بتاعة الإقامة وكرم الضيافة. قارة افريقيا بتتوافر فيها بنية تحتية جيدة للسياحة. البنية التحتية دي بتشمل الكهرباء، بتشمل المية والإنترنت والاتصالات والفنادق والقرى السياحية. كل ده بسميه بنية تحتية جيدة للسياحة. زائد ان بتقدم مجموعة متنوعة من التسهيلات الإقامة. بنسهل على السياح حاجات كتير جدا، زي حجز الفنادق مثلا، زي القرى السياحية، زي المنتجعات. دي كلها حاجات بنساعد السائح فيها، فبتجذب السائح على انه يجي لافريقيا. ومن اهم الدول اللي بتقدم تسهيلات للسياح زي مصر وجنوب افريقيا والمغرب. طيب باقي دول افريقيا بيعملوا ايه؟ لا، بيقولك بقى بيواجهوا تحديات كتيرة جدا في مجال السياحة. بتقابلهم مشاكل كتير، ومنها المشاكل الخاصة بالبنية التحتية، ان هو المية والكهرباء والفنادق والحاجات دي كلها بتقابلهم مشاكل فيها، مش قادرين ان هم يواجهوها. هم بيحاولوا على قد ما يقدروا. زائد ان الشعوب الافريقية بتتميز بالطيبة وحسن الخلق وكرم الضيافة. لما السائح بيجي للاماكن بتاعة افريقيا بيقولك بيتعامل كويس، بيلاقي الناس ذوقها كويس معاه، بكرم الضيافة. وده طبعا بيمنح السائحين شعور بالراحة والامن. بيبقى السائح قاعد في البلد دي مرتاح، بيشعر بالامن والامان، وده حاجة حلوة خالص. وحصلت مصر سنة 2021 على المركز الثامن عالميا، كانت رقم 8 على مستوى العالم في مساعدة الغرباء. الغرباء دول المقصود بهم اللي هم السياح، يعني اللي بيجوا يقضوا وقت في بلدك وبعد كده بيروحوا تاني. يبقى مصر خدت رقم 8 على مستوى العالم في مساعدة الغرباء، وده بيعكس طبعا الكرم اللي عند الشعب المصري أو حتى عند الدول الإفريقية في استقبال السائحين. طيب ده بالنسبة طبعا للثلاث عوامل البشرية اللي بيساعدوا على قيام السياحة. قلنا من الأول تاني عند المواقع الأثرية والتاريخية، ثم بعد كده عند التنوع الاجتماعي والثقافي، ثم بعد كده تسهيلات الإقامة وكرم الضيافة. تعال نشوف بقى اللي هي أهمية السياحة في إفريقيا. قد إيه السياحة مهمة جدا بالنسبة لكل دول قارة إفريقيا، لدرجة إن السياحة حاليا بقينا بنسميها صناعة حيوية. صناعة حيوية يعني بتساعد بشكل كبير جدا في زيادة الدخل القومي والنهوض باقتصاد البلد، لأنها أول حاجة هي مصدر أساسي للدخل القومي من الأنشطة الاقتصادية اللي بتساعد في زيادة الدخل القومي للدولة، زيها زي الزراعة، الصناعة، التجارة، الحاجات دي. كمان والنقد الأجنبي. النقد الأجنبي ده اللي هو الدولارات. مين اللي بيجيب لك الدولارات دي؟ طبعا السياحة، عشان السائح بيجي لك بالعملة الأجنبية. تاني حاجة تجذب الاستثمارات الأجنبية، بتخلي الناس بيجوا يعملوا مشروعات عندك. دولة زي مصر مثلا بتلاقي فيها أمن واستقرار، والسياح كتير بيجوا مصر وبيحبوا الشعب المصري، فبتلاقي إن رجال الأعمال بقت الأوروبيين أو بتوع بره، يعني تلاقوهم بيجوا يعملوا مشروعات عندنا في مصر. ليه؟ لأن مصر بلد سياحي مهم، بيجيله عدد كبير من السياح. طيب 3 تساعد على تبادل الثقافات.
لان السائحين دول بيجوا يتكلموا معانا واحنا نتكلم معاهم، يعرفوا عاداتنا نعرف عاداتهم، يعرفوا ثقافتنا نعرف ثقافتهم. فطبعا ده بسميه تبادل الثقافات بيننا وبين بعض. رقم 4، توفر فرص عمل للشباب. بتساعد ناس كتيرة جدا انها تلاقي شغل، لان طبعا بنحتاج السائحين بيحتاجوا ايه؟ بيحتاجوا مطاعم، بيحتاجوا قرى سياحية، بيحتاجوا فنادق، بيحتاجوا كل فرص العمل دي. فاحنا هنشغل كتير ناس كتيرة جدا فيها. ان اللي هيتلاقيه هيشتغل بالمطاعم، اللي هيتلاقيه هيشتغل بالقرى السياحية، بالفنادق، بالشواطئ، بالحاجات دي كلها. فاحنا هنساعد في ان ناس كتير جدا تبدأ انها تشتغل